يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، وكذا بهادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعظ، والنيل في طلب السعادة بالتقى. فاقرأ بها خبر الحياة مواعظا، وافهم بها سبل السعادة والرضا، وامرر على أثر لها متدبرا سنن الإله على حوادث من مضى. تلك الشواهد لا تزال تدلنا إن أظلم طرق وضل دليلنا، آياتها ولجت شغاف قلوبنا كالنور يخترق السماء بلا عناء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج الذي جعلناه في قصص وعبر من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومما ذكر أهل التاريخ والسير. هذه القصص لا نذكرها لأجل التسلية بل لأجل الفائدة. معنا اليوم 3 قصص رواها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما روى كل قصة إلا لعبرة من العبر وفائدة من الفوائد، وسوف نذكر كل قصة وما فيها من فوائد وما فيها من عبر. أما القصة الأولى فيذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل كان يمشي في أرض فلا، رجل في زمن من الأزمان. من هذا الرجل لا يهمنا، في أي زمن أيضا لا يهمنا، المهم والعبرة فيما حدث، ليس في أي أرض أي فلاة من هذا الرجل في أي زمن، هذا كله ليس بمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم إلا بما هو مفيد، ولهذا أوتي جوامع الكلم. كان يمشي في أرض فلا ومر سحاب فوقه، فسمع صوتا داخل السحاب. تخيل أنك تمشي في صحراء وتسمع صوت داخل السحاب فوق، هذا الصوت غريب، وصوت في صحراء وأنت تمشي في صحراء، يعني سبحان الله الإنسان يخاف إذا سمع هذا الصوت، لكنه ماذا سيفعل حتى لو خاف؟ قال: سمعت صوتا داخل السحاب يقول اسقي حديقة فلان، رجل باسمه اسقي حديقة فلان. فزع الرجل يخاف الآن، واحد يقول ومن الذي تكلم الآن وأمر من أن يسقي حديقة فلان وباسمه؟ شوفوا تخيلوا، يعني يقول خالد ولا عبد الله ولا عبد الرحمن ولا اسقي حديقة عبد الله، اسقي حديقة فلان باسمه. يقول فتعجب الرجل الآن، فإذا بالسحاب يتحرك ويتجه باتجاه. هذا الإنسان الآن أخذه الفضول، لازم يعرف من فلان، وهل الأمر حقيقة، وهل ما سمعته أنا وهم أو حقيقة، ما يدري. فأسرع باتجاه السحاب، يبي يشوف وين رايح. اتجه السحاب إلى مكان، ثم أرعدت السماء، ثم بدأ المطر ينزل. يقول فرأيت الماء يتجمع في وادي، في شرج، في أودية، يتجمع الماء كله في مكان واحد، ثم يسير في ذلك المجرى. فأخذ الرجل يتبع الماء وين رايح، لازم يعرف الصوت هذا حقيقة أو خيال. يقول فأسرع فإذا به يرى الماء يصل إلى مزرعة من المزارع، مزرعة في الصحراء، غناء، ثمار، جنان، في داء في الصحراء نفسها، والغيم يتجه إليها وينزل عليها الماء. شيء غريب أليس كذلك؟ يقول فإذا بالماء يصل إلى تلك الحديقة والمزرعة، وإذا برجل عنده مساحاته، يعني يوجه الماء إلى داخل حديقته،
يمنع من هذا المكان ويسير إلى هذا المكان حتى سقى الماء الزرع كله. يقول فجئت إليه وسلمت عليه. من صاحب المزرعة؟ أنا صاحب المزرعة. خير. قال ما اسمك؟ قال اسمي فلان، نفس الاسم الذي سمعه في السماء. تأكد الرجل أن الذي سمعه ملك من الملائكة، ملك يأمر ملك الجبال أو عفوا ملك السحاب أن يأتي بالماء وبالمطر إلى حديقة فلان في الصحراء، اتجهي إلى حديقة فلان. الآن تأكد الرجل أن الأمر ليس بخيال، الأمر حقيقة، والملك أمر السحاب أن يسقي تلك الحديقة من بين مزارع الناس وخيرات الناس، اختاري هذه المزرعة. يقول فقصصت عليه القصة لما سأل لما سألت عن اسمي؟ ليش؟ وما شأنك باسمي؟ فأخبره الخبر وما سمع. ثم قال له أسألك بالله أخبرني، ولما السحاب يسقي حديقتك من بين الناس؟ فقال الرجل أما وإنك قد سألتني. خلاص سألتني راح أجاوبك، شيء شفته بعينك الآن ما أقدر أخفيه. قال أنا أزرع هذه المزرعة فإذا حصدت جعلتها ثلاثة أثلاث. تخيلوا الحصاد، المحصول كله يقسم ثلاثة. قال فآكل وعيالي ثلثه، ثلث حقي حق عيالي طول السنة ناكل منه. قال وأتصدق بالثلث، يعني أكلنا والصدقة نفس الشيء، إحنا والفقير واحد، ثلث لي ولعيالي وثلث للفقراء والمساكين، يعني أنا وعيالي حالنا حال الفقراء نأكل مثلهم. تخيل من يسويها ثلث فلوس يتصدق فيها. قال والثلث الأخير أرجعه في المزرعة، لازم يرجع عشان يزرع منه مرة ثانية حتى تبقى مثل الوقف، حتى يبقى الزرع ما شاء الله. إذن هذا الرجل ما الذي جعل السحاب يسخر له إلا أنه كان إنسانا يفعل الخيرات ويتصدق بها، وما تفعل من خير تجدوه، وما تفعل من خير فهو يخلفه، والصدقة لا تنقص المال أبدا بل تنمي المال وتباركه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي ينمي الصدقات ويكثر الصدقات ويبارك الله عز وجل في المال. من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. شوفوا أثر الصدقات وثمرة الإنفاق. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أرأيتم إلى الإنفاق في سبيل الله وإلى الصدقة في سبيل الله وإلى عمل الخيرات كيف صنعت لهذا الإنسان؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما أدرى هذا الرجل أن الملائكة تسخر السحاب من أجله، لكن الله عز وجل أطلع ذلك الرجل علشان يوصل الخبر لهذا الإنسان ليثبته على الدين. فضل الصدقات عظيم، فضل الإنفاق كبير. كم من الناس اليوم من تصدق بصدقة فشاف الله مريضه، يمكن ما يدري أن الله شاف هذا المريض لصدقة تصدق بها قبل سنوات، ما يدري، لكن هذا هو السبب. كم من إنسان تصدق بصدقة فصرف الله عنه مصرعا حادث، لولا أنه تصدق لانقلبت السيارة، لكن الله نجح. صدقات تحفظ الإنسان، تنمي ماله، تبارك في رزقه وفي أولاده ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله
فهو حسبه إن الله بالغ أمره. هذا رجل في صحراء، لكن يقص النبي علينا قصته ليش؟ عشان يحثنا على الصدقات، على الخيرات. احنا ما طلب منا وأوجب علينا نتصدق بثلث مالنا. يعني لو الإنسان عنده 1000 دينار، 1000 دينار في حسابه الآن، من منا يطلع 333 دينار صدقة، و333 دينار لعياله، و333 دينار يشتغل فيها مرة ثانية؟ من منا يفعل هذا؟ الواحد لو عنده 1000 دينار يطلع 20-30 دينار زي النعمة. لو 100 دينار من 1000 هذا كريم. حتى الأولاد وحتى الأهل، لما قال الرجل وثلث لأهلي وأولادي، فهذه صدقة أيضا. إذن هذا الرجل متصدق بالثلثين، ثلث على الفقير وثلث على أولاده، وأفضل الصدقة على الأهل والأولاد. إذن هذه كلها صدقة أصلا. طيب الثلث اللي رجعه هذا ليبقي الصدقة تستمر. إذن كأن هذا الرجل كل ماله لله عز وجل، ما جعل شيئا لأجل الدنيا، كل أمواله لله فأكرمه الله عز وجل. هذا دليل على أن هناك كرامات يكرم الله فيها عباده الصالحين وإن لم يكونوا أنبياء. كرامات الله يكرمهم بها، ومن الكرامات ذلك الرجل الذي سخر الله عز وجل له السحاب. قصة أخرى رواها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في زمن من الأزمان، ولا يهمنا هذا الزمن ولا من حصلت لهم هذه القصة. هذه القصة لرجل خير صالح أراد أن يشتري عقارا. رجل في خير أراد أن يشتري بيت، يشتري عقار، يشتري أرض، فذهب إلى رجل عنده أرض ومزرعة فاشتراها منه. ومرت الأيام، يحرث هذا الرجل الصالح في هذه المزرعة، يحفر، يحرث، يبني، يهدم، يجدد في هذه المزرعة، يبني له بيتا فيها. وهو يحفر في هذه المزرعة ويحرث فيها إذ وقع الفأس والمعول في صندوق. حفر الأرض، أخرج الصندوق، فإذا هو ممتلئ ذهبا وفضة ومجوهرات وخيرات، كنز، كنز وجده داخل هذه الأرض التي اشتراها من ذلك الرجل. الآن من يدري عنه؟ ما في أحد. اشترى الأرض ولا ما اشتراها؟ اشتراها. هو الذي وجد الكنز ولا غيره؟ هو الذي وجد الكنز. الأرض له وهو الذي وجد الكنز، وفي النهاية لا أحد يراه إلا من؟ إلا الله رب العالمين. ماذا سيفعل هذا الرجل؟ تخيل لو أنت مكانه، اشتريت أرض وجد داخلها كنز، ماذا ستفعل يا عبد الله؟ وربما هذا الكنز يغير حياتك كلها، ربما يعيشك بنعيم طول العمر. ماذا ستفعل وماذا ستصنع؟ تتوقعون ماذا عمل هذا الرجل؟ هل احتفظ بالكنز لنفسه أم أنه يعلم؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ حتى لو يراه الله عز وجل الأمر فيه شك، يمكن يكون حلال عليه أصلا. خلي يأخذ الكنز ويستمتع بهذا الكنز ويعيش فيه. ماذا فعل هذا الرجل؟ ماذا صنع بهذا الكنز؟ وماذا صنع صاحب الأرض الأصلي مع هذا الكنز؟ بل هناك قصة ثالثة أيضا سنرويها لكم، رواها النبي، كلها في هذه الحلقة، لكن بإذن الله عز وجل إذا عدنا لكم بعد الفاصل كونوا معنا. قرآننا يروي روائعها يشع سناها. ولأن الرجل كان صالحا تقيا ورعا يخاف من ربه عز وجل، ولا يريد شبهة في أمواله ولا يريد شيئا فيه شك، أخذ الكنز وذهب مباشرة إلى صاحب الأرض، سلم عليه ورد السلام، فقال له هذا الكنز لك. قال ماذا؟ وأي كنز هذا؟ ولم لي؟ قال حفرت أرضك فوجدته داخل الأرض. قال لا. شوف الآن العجيب، ليس فقط فعل هذا الرجل، العجيب فعل أيضا صاحب الأرض. قال لا. قال لم لا؟ قال بعتك الأرض وما فيها. مستحيل
انتهى خلاص، الأرض لك وما فيها لك. هل رجع الآن صاحب الأرض بالكنز لأنه حلله خلاص؟ مثل بعض الناس يقول يا فلان حللني، يمكن حتى ما يقول له الكنز، هذا الورع اللي فينا. قال حللتك خلاص، الكنز لك. قال لا، بل الكنز لك أنت. قال لا والله لك. قال أنا اشتريت الأرض ولم أشتري ما فيها. أنا اشتريت أرض ما اشتريت الكنز اللي فيها، خذ الكنز وخلصني منه. قال صاحب الأرض بل بعتك الأرض وما فيها، هذه نيتي، يعني خلاص ايش تبي بعد؟ أنا أقول لك الكنز حلال عليك. هذا يرمي الكنز على هذا وهذا يرمي الكنز على هذا. أي نفوس هذه؟ اختلف الاثنان، كل منهم يريد أن يعطي الكنز لصاحبه. الأمر جد، ما هو لعب. ذهب الاثنان إلى من؟ إلى القاضي، كل واحد يشتكي على الثاني. يا قاضي شوف صاحبي يبي يعطيني الكنز. شوف أي أمة هذه، أي نفوس هذه، أي أمانة، أي تقوى، أي ورع. فجاء القاضي بالاثنين، سمع حجة هذا قوية، سمع حجة هذا قوية. خذ الكنز، لا أريد. أنت خذ الكنز، لا أريد. وكان القاضي عادلا حكيما. قال لصاحب الأرض ألك أولاد بنات؟ قال نعم، عندي بنت واحدة. قال للذي باع الأرض عندك أولاد أو بنات؟ قال نعم، عندي ولد واحد. فقال القاضي ما رأيكما أن تزوج البنت للولد وتنفق عليهما هذا الكنز، هذا الكنز يعيشون عليه ويكونون حياتهم منه. فقبل الأول بهذه الفكرة وقبل الثاني بهذه الفكرة، فزوج البنت لهذا الولد وعاش حياة مباركة بهذا الكنز. والنبي يروي القصة يبين لنا أن هناك أمة من الأمم وهناك أناس في قلوبهم خوف من الله، ما يرضى بفلس بدينار حرام. عند الحرام حرام، الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يأتونها أبدا. نفوس زكت، قلوب طهرت، ولهذا خاف كل منهم أن يأخذ شيئا من المال. قصة ثالثة، قصة رجل أيضا في زمن من الأزمان، الله أعلم بهذا الزمن، الله أعلم بهذا التاريخ ولا يهمنا. رجل أراد أن يستلف من أخيه مبلغا من المال، وهذه القصة حصلت في بني إسرائيل كما جاء في الروايات. أراد أن يستلف منه مبلغا من المال، فجاء إليه قال تقرضني 1000 دينار. قال أقرضك لا بأس، هذه 1000 سلف ليست ربا، قرضا حسنا، لكن ائتني بالشهود، أريد شهودا على هذا، وما طلب خطأ من حقه. قال ائتني بالشهود. قال الله عز وجل شاهد بيني وبينك. فرد الرجل قال الله خير الشاهدين، خلاص قبلت بهذه الشهادة. قال طيب ائتني بكفيل، الكفيل اللي تكفل بالمال لو ما أعطيتني إياه يكون عليه الدين. قال ليس عندي كفيل، كفيلي رب العالمين. فقال الرجل كفى بالله كفيلا، كفى بالله شهيدا وكفى بالله كفيلا، مع أنه يجوز، ونحن أمرنا واستحب لنا أن نكتب الدين، لكن هذا الرجل صالح وذاك الرجل أمين، فقبل كل منهما بالآخر. أعطاه 1000 دينار إلى أجل مسمى، يوم الفلاني ترجع لي المال. قال بإذن الله. وهذا يعيش في الطرف الآخر من المدينة، بينهما بحر، بينهما ساحل شاطئ. فلما جاء اليوم الموعود، يوم إرجاع المال، وكان المكان عند شاطئ البحر، قال أجيك في نفس المكان، أنا أسكن من وراء البحر في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني، آتيك إلى هذا المكان نفسه وأسلمك 1000 دينار. قال لا بأس والله يشهد عليك. فلما جاء ذلك اليوم، صاحب الآن اللي خذ المال، اللي يبي يرجع الآن المال لصاحبه اللي عايش في الطرف الآخر من البحر، جمع 1000 دينار يبي يوديها الآن للي واعده، لكن انتظر السفن فلم تأتي سفينة واحدة ولا قارب
ولا سفينة، قدر الله. في اليوم الموعود ما جاء شيء يحمله، كل يوم تأتي السفن إلا هذا اليوم. ماذا سيفعل؟ ماذا سيصنع؟ وهو يعني يخاف الله، هذا دين لازم أرجع الآن. ويغفر للعبد للإنسان إذا مات شهيدا كل شيء إلا الدين، والدين أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ماذا أفعل وماذا أصنع؟ فإذا به يحتار، ستغيب الشمس، ماذا أفعل؟ هذا يريد أن يوصل 1000 دينار والرجل الثاني منتظر، ولم تأتي سفينة تنقله. تدرون ايش سوى؟ أتى بخشبة، الآن خايف الرجل لكن واثق أن الله لن يخذله. جاء بخشبة، نقر الخشبة، حفر الخشبة، وضع 1000 دينار في صرة وأدخلها داخل الخشبة، وكتب معها رسالة من جلد كتب فيها أن هذه الأموال من فلان إلى فلان، أرجع فيها الدين، أستعين فيها بالله عز وجل، أتوكل فيها على الله. وضع الرسالة في الكيس في الصرة، وضع فيها 1000 دينار، أدخلها داخل الخشب، أغلق الخشبة، رمى هذه الخشبة في البحر، وكل أمر لله سبحانه وتعالى. أما الرجل الذي ينتظر ماله في الطرف الآخر، ما أتى صاحبي، ما عنده دليل، ما عنده شهود، ما عنده كفيل، لكنه كان صالحا، أين أموالي؟ لم يأتي بها، لم يفعل شيئا. لما اقتربت الشمس من الغروب علم أن صاحبه لن يأتي. الآن عزم أن يرجع إلى أهله بغير 1000 دينار، ضاعت عليه 1000 دينار خلاص. وهو يريد أن يرجع، رأى خشبة حطت تحملها البحر، جاءت إلى شاطئ البحر، كان يجمع الحطب علشان أهله يأتيهم بالحطب، يشعل فيها النار لأهله، يطبخ فيها الطعام. من ضمن الخشب والحطب الذي جمعه تلك الخشبة التي حملها البحر من الشاطئ إلى الشاطئ بقدر الله جل وعلا. أخذ الخشب، ذهب إلى بيته، أخذ يكسر الخشب ليشعل النار، فإذا به يصل إلى خشبة كسرها فيها صرة. ما هذه الصرة؟ فتحها فإذا فيها 1000 دينار، وجد الورقة داخلها، فإذا بالورقة من ذلك الرجل إليه يبرئ ذمته عند الله جل وعلا. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لأنه كان أمينا، لأنه كان صادقا، لأنه التزم بعهده ووعده، فما خذله الله جل وعلا، وصدقه الله كما صدق الله جل وعلا. مو بس كذي، الرجل عزم بعدها أن يجمع 1000 دينار أخرى، قال يمكن الخشبة ما وصلت، ورجل أمين، فجمع 1000 دينار أخرى، وبحث عن سفينة في يوم آخر، فوجد سفينة، وركب السفينة وأسرع بها إلى الشاطئ الآخر متأخرا على الرجل، فجاءه يعتذر منه على تأخيره، وأعطاه 1000 دينار. فقال له الرجل صاحب المال الأول، قال: وهل أرسلت 1000 قبلها؟ أنت ما سويت شيء؟ ما أرسلت 1000 قبلها؟ قال: نعم، أرسلت 1000 في خشبة رميتها في البحر، توكلت بها على الله ولا أدري ماذا حصل. قال: أبشر، قد أرسلها الله عز وجل إلي، وصلت الخشبة ووصلت الأموال، وأعطاك الله عز وجل ما تريد، فخذ 1000 إليك، فقد وصلت الأمانة إلي، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كم من البشر اليوم إذا أخذ مالا من إنسان فإنه لا يرجعه إليه. كم من الناس اليوم ليس بأمين على ماله أو على مال غيره. كم من البشر اليوم من يجحد حقوق الناس وأموالهم، لكن هذا الرجل لأنه كان صادقا صدقه الله جل وعلا. ومن صفات أهل الإيمان الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قصص وعبر نستخلصها من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونستشفها من القرآن والسنة. خلكم وإيانا
في حلقة مقبلة بإذن الله عز وجل ومع قصة من القصص. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، وكذا بهادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعظ، والنيل في طلب السعادة بالتقى. فاقرأ بها خبر الحياة مواعظا، وافهم بها سبل السعادة والرضا.